أعاد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك نشر مقطع فيديو سابق لوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد يحذر فيه من المسلمين في أوروبا. وفي مقطع الفيديو يقول عبد الله بن زايد: سيأتي يوم سنرى فيه متشددين متطرفين وإرهابيين بصورة أكبر بكثير يخرجون من أوروبا. وأضاف: سيحدث هذا بسبب قلة اتخاذ القرارات ومحاولة اتخاذ ما هو صحيح سياسيا أو افتراض أنهم يعلمون الشرق الأوسط ويعلمون ما هو الإسلام ويعرفون الآخرين بصورة أكثر مما نعرفه نحن. وأنا آسف ولكن هذا جهل تماما. وفق تعبيره. فيما أعاد إيلون ماسك مالك منصة إكس والرئيس التنفيذي لشركة تسلا نشر فيديو وزير الخارجية الإماراتي، وقال معقبا: يعلم ما يقوله، وذلك في تأكيد لما قاله عبد الله بن زايد. وتعليقا على ذلك، قال الكاتب الصحفي والإعلامي نظام المهداوي رئيس تحرير صحيفة وطن أن الفيديو تمت مشاهدته أكثر من 100 مليون مشاهدة، واستعانت به منظمات متطرفة وصهيونية وصولا إلى إيلون ماسك الأكثر متابعة. وتابع: قلت سابقا إن حرب الإمارات مع الإسلام هي حرب عقائدية وهدفهم تغيير الإسلام إلى الدين الإبراهيمي، وهذا كله لصالح الصهيونية. وكتب قائلا: قلت إن خطر هؤلاء أكثر من الصهاينة أنفسهم، لأنهم محسوبين علينا أنهم عرب وما زلنا نقول عنهم أنهم مسلمون. وختم قائلا: الحديث الذي يشوه الإسلام والمسلمين حين يصدر من عربي ومسلم يصبح حجة كل الكارهين للإسلام والعرب وللصهاينة، حيث يعزز روايتهم.